السلام عليكم الاخوات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. شاركت معكم كيكه ديال الكراميل والفول السوداني، كتجي رائعه واقتصاديه وكتجي بنينه. نبدا معكم في المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. عندي في هاد البول درت 3 ديال البيضات يكونوا متوسطين الحجم، وواحد القريصه ديال الملحه كما كتشوفوا معايا. هاد الكيكه كتجي رائعه. وكنضيف واحد كاس ديال السكر سنيده او سكر حبيبات العبار بالكاس عنبه. وعندي هنا واحد كيس ديال السكر فاني، وكنخلطوا هاد السكر والبيض مزيان بالخلاط الكهربائي حتى كيتغير شويه اللون ديالو. حنا كنطربوا وانا كنخوي الزيت. عندي كاس ديال الزيت حتى هو بالعبار بكاس عنبه، وكنخوي وانا كنطرب حتى كيميل الخليط اللون البياض، اللون ديالو البياض. ومن بعد كنضيف واحد الياغورت بالنكهه ديال الفاني، اولا كتضيفوا النكهه اللي بغيتو ديال الياغورت. والدقيق عندي هنايا 3 ديال الكيسان حتى هما بكاس عنبه، كنعبروا بكاس عنبه. وجوج معالق كبار عامرين ديال الكاكاو المر. وكما كتشوفوا معايا وكنخلط هذا الخليط وكنضيف عليه 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلوه. وكنخدم هذا الخليط غير بالسباتولا كما كتشوفوا، ما كنطربش بالخلاط الكهربائي، غير بالسباتولا كما كتشوفوا معايا حتى كيتجمع الخليط. وكيكون الخليط شويه في الاول كيكون ثقيل، ومن بعد كنضيف عليه واحد الكاس ديال الماء كيكون طايب غليان. والخليط كما شفتوا معايا راه كيخفاف بديك الماء اللي كنضيفوه في الاخر. هو هذا الماء سخون او الماء طايب كيعطي الخفه لهذا الكيك. وعندي هنايا هذا المول اللي كيتحل من الجنب، دهنته بشويه ديال الزبده وفرشت له الورق ديال الزبده او هذا الورق ديال الفرن. وكنخوي فيه الكيكه ديالي. الفران عندي مسخن، كنطيبوها كما العاده. كنطيبوا الكيك النار كتكون مهيله، كتكون بحال الشمعه. وكندخل الكيكه للفران وكنرجع نخدم الكراميل باش كنزينوا الكيكه ديالنا. عندي هنايا كاس عنبه ديال السكر، كنخليه فوق نار تكون مهيله بزاف، وكنخليه حتى كيذوب داك السكر. كنضيف عليه واحد القريصه ديال الملحه. عندي هنايا كاس ونص بالعبار ديال كاس عنبه ديال كاوكاو او الفول السوداني. وضفت هاد المعلقه ديال الزبده وكنخلطوها مزيان. وفي الاخير كنضيف هاد دانيت كراميل وكنخلط حتى كيندمج هاد الخليط مزيان. وهذه الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كنقلبها لوجه، كنرجعو لتحت حقاش بغيت السطح ديال الكيكه يجيني ملس. عاد نكب عليه هاد الكراميل والكاوكاو. كما شفتوا معايا كنخليها في الثلاجه حتى كتجمد مزيان. وكنقلبوا الكيكه كنخليو هذاك الكاوكاو والكراميل هو اللي كيجي من التحت عاد باش كنقطعوها. دابا راه عندي الكاوكاو والكراميل من التحت غير هو ما كيبانش. وكنقطع الكيكه ديالي، ضروري خصنا نقلبوها عاد كنقطعوها، كيكون داك الكراميل كيكون جامد. وهذه هي الشكل النهائي ديال الكيكه، هو هذا من بعد ما جمد داك الكراميل. واخا راني زربت عليه شويه ما جمدش مزيان كما كتشوفوا. كنقسموها على هذا الشكل ديال مثلثات. هذا هو الشكل ديال الكيكه كما كتشوفوا. كتجي رائعه هذه الكيكه، كتجي بنينه بالكراميل والفول السوداني. وكيحماقوا عليها حتى الوليدات بالكراميل اللي فيها كيبغيوها بهذا الكراميل. كتجي زوينه بزاف. كنتمنى الكيكه تعجبكم. كما شفتوا معايا ها هي كتجي فتيه، واخا ما سقيناها لا بحليب ولا بسيرو، كتجي فتيه وكتجي رطبه زوينه. والمذاق كتجي رائعه، المذاق يا سلام. كنتمنى الكيكه تعجبكم. ما تنساونيش من اللايكات وتشجعوني القناه تطلع شويه. نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. في امان الله.